الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. في سوريا والعالم العربي وفي المهاجر. مساء الخير. قبل أن أبدأ هذا الفيديو، اسمحوا لي أن أهنئ أبناء شعبنا الآثوري السرياني بعيدهم، عيد أكيتو، وأقول لهم بلغتهم الأم أكيتو بريخو، كل سنة وأنتم سالمين. إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. وقبلها هنأت جميع أبناء الشعب السوري، كردا وعربا، مسلمين ومسيحيين، بعيد الفطر السعيد. هذا هو علم آه، الآثوري السرياني، ما أجمله، ومن الأعلام السورية ومن الأعلام الشرق أوسطية الجميلة، والتي أفتخر بها إلى جانب العلم الكردي والعلم السوري. كذلك آمل من الأصدقاء والصديقات في مصر وفي تونس أن يسامحونني قليلا على انشغالي واهتمامي بالأمور السياسية وتراجع الاهتمام بالمسائل الأدبية والثقافية، لأننا نمر، نحن السوريين كردا وعربا، بما مر به أبناء الشعب المصري، وتكللت مساعيهم بالنجاح وإزاحة كابوس نظام حكم المرشد. كذلك تكللت مساعي الشعب التونسي بالنجاح، مثلما نجحوا في الإطاحة بحكم زين العابدين بالعالي، نجحوا في الإطاحة بحكم راشد الغنوشي. نحن الآن كسوريين نمر في يعني بما مروا هم كتوانسة ومصريين به. وهذا هو سبب يعني الانشغال، انه الموضوع موضوع وطني وديمقراطي واخلاقي، ومطلوب منا يعني كسوريين عدم التجاهل، يعني والاهتمام بالمواضيع الثقافية أكثر من القضايا السياسية، لأنه حاليا مصير سوريا، مصير السوريين على المحك بسبب تحكم طغمة إيديولوجية دينية متطرفة بالسوريين، أتت بعد الإطاحة بطغمة أيديولوجية بعثية قومية متطرفة، ممثلة بنظام بشار الأسد ووالده حافظ الأسد. هذا هو سبب الانشغال بالأمور السياسية أكثر من الأمور الثقافية. فسامحوننا يعني كسوريين، لأنه الاهتمام بالقضايا الثقافية حاليا وبالنسبة للسوريين ترف. نعم، بالنسبة للسوريين عندما نشهد ما تشهده سوريا في دمشق وفي مدن الساحل وفي مناطق شمال شرق سوريا، وفي يعني في كل شبر من الأرض السورية من آلام ومعاناة، ماذا نفعل؟ ما عسانا فعله غير الاشتباك مع القضايا والملفات السياسية أكثر من يعني الخوض في قضايا الأدب والثقافة والشعر. لقد صمنا عن الأفراح دهرا، وأفطرنا على طبق الكرامة، فسجل يا زمان النصر، سجل دمشق لنا إلى يوم القيامة. هكذا بهذه الطريقة وعبر
هذين البيتين الشعريين عبر وزير الثقافة السوري الجديد محمد ياسين صالح عن فرحته باستلام حقيبة وزارة الثقافة من السيد أحمد الشرع الرئيس سوريا المؤقت، أو هكذا يقال. لكن هذان البيتان الشعريان يمنيان نفس كاتبها على أنه أحمد الشرع لن يكون مؤقتا، وجبهة النصرة لن تكون مؤقتة، وأن دمشق والشام ستبقى تحكمها هذه الجماعة الأيديولوجية. هذان البيتان الشعريان ينضحان الحمولة العقدية الطائفية، وأعتقد أنه مضمون هذين البيتين يعبران عن كينونة أتباع طائفة الأمويين الجدد أو أبناء المكون الأموي، هؤلاء الذين يعتبرون سقوط نظام الأسد هزيمة للشيعة والعلويين والدروز، وانتصارا لأهل السنة والجماعة، وعودة للأمويين إلى حكم دمشق. هكذا يرون، وهكذا يرى وزير الثقافة الحالي. مش مشكلة، له الحق أن يمني نفسه بما يرى ويشتهي، له كامل الحق في ذلك. الأيام القليلة أو الأيام المقبلة أو الأشهر أو السنوات ستؤكد له زيف هذا الادعاء على أن دمشق ستبقى له ولجماعته إلى يوم الدين وقيام الساعة، إلى يوم القيامة. لا، ليش؟ لأنه دمشق والشام بما تمتلكه من خزين حضاري وثقافي ثري يتجاوز هذه الطروحات العقائدية الشعرية الطائفية، على أن دمشق ستكون رهن ملة معينة أو ديانة معينة أو طائفة معينة أو مذهب معين. لا، المهم الرجل عبر عن نفسه والكل صفق له. من الحاضرين في القاعة أثناء الإعلان عن تشكيل وزارة أحمد الشرع، حكومة أحمد الشرع، وآخرين خارج القاعة أيضا أبدوا إعجابهم بهذان بالوزير وبطرحه الشعري. هذا الطرح الشعري ليس فقط يعني خارطة الطريق لأداء وزارة الثقافة في الأشهر والسنوات القادمة تحت إدارته، لا، إنما يعني خارطة الطريق للجماعة العقائدية والأيديولوجية الطائفية التي تحكم دمشق حاليا. له أن يقول ما يشاء وما تهواه نفسه وما يميل إليه، مش مشكلة. أيضا يعني في إطار حق الرد بوصف كردي وبوصف سوري، وليس من باب المكاسرة أو المنازلة الشعرية وما تمليه هذه المكاسرة من دقة في الضبط التفعيل. لسنا في مبارزة في هذا الخصوص أعتقد، لكن المهم
والمحتوى المضمون يعني. فسأسمح لنفسي، وهذا حقي، أن أرد عليه بما يشبه نصه ويتجاوزه ويعارضه من حيث المحتوى، وأقول له ولجماعته: لقد صمتم عن الإصلاح دهرا، وأنا أقصد الإصلاح الديني يعني. لقد صمتم عن الإصلاح دهرا وأفطرتم على طبق المذابح، فسجل يا زمان القبح سجل، دمشق وليس تحكمها القبائح. في هذا الفيديو سأحاول أن أشير إلى بعض القبائح التي تتسيد الآن الإدارة السورية، الدولة السورية، تصول وتجول، ترتكب المذابح هنا وتغطي على المذابح هناك، وتعتبرها حالات فردية وانفلاتية. لكن في هذا الفيديو وبال يعني بالوثائق سأحاول أن أكشف قليلا يعني عن المرجعية العقائدية والأيديولوجية لوزراء أحمد الشرع، الذين يفترض بهم أن يقيموا العدل ويوفروا الأمن والأمان لكل مكونات الشعب السوري. كيف ينظر هؤلاء إلى أنفسهم وإلى الدولة وإلى الوطنية وإلى الجيش الوطني وإلى الولاء للدولة والولاء للوطن؟ هذه التفاصيل بالوثائق والمعطيات ستجدونها في هذا الفيديو. في 29 آذار الماضي 2025 أعلن الرئيس السوري المؤقت عن حكومته المؤقتة. حظي الإعلام بترحيب عربي وإقليمي ودولي على أنها حكومة وطنية تمثل مكونات الشعب السوري. لكن هل حظيت بإجماع الشعب السوري؟ أعتقد لا. المستفيدون من هذه الحكومة وهم معروفون يعني هللوا ورحبوا وكبروا وطبلوا وزمروا وأشادوا بمحاسن هذه الحكومة ومفاتنها، ورفضها سوريون آخرون، بينما وقف منها سوريون آخرون موقف المتململ الممتعض المشكك والخائف، لكن من دون الإعلان عن الرفض الصريح لهذه الحكومة. وبحكم الضخ الإعلامي الرهيب ومجموعات الضغط على السوشيال ميديا، ظهر الترحيب بالحكومة السورية المؤقتة، حكومة أحمد الشرع، والقبول بتلك الحكومة على أنه يعني يمثل ذلك الترحيب، ذلك التهليل والتمجيد، وكأنه 99 من أبناء الشعب السوري هم مع هذه الحكومة. وعلما أنه الحقائب السيادية في هذه الحكومة ذهبت إلى جبهة النصرة، ومعروف من هي جبهة النصرة. جبهة النصرة صحيح يعني أعلنوا عن حلها، لكن قياداتها الآن طاقم أحمد الشرع بوصفه زعيم لهذه الجبهة، جبهة النصرة، والمحيطين به هم يتبوؤون مناصب سيادية، وسلمهم أحمد الشرع الحقائب السيادية.
لكن يعني هؤلاء ال القيادات أو الوزراء أو حكام سوريا الجدد، ما هي مرجعيتهم الأيديولوجية التي بناء عليها يمكن يعني أن نستشرف أفق السياسة والإدارة والحكم في سوريا؟ أحمد الشرع ووزراءه، أو أحمد الشرع ووزراءه لم يتبرؤوا من الماضي، لكن أحمد الشرع في أصول التعامل السياسي قال، يعني تحدث عن مرحلة الشباب، وأنه انتسب إلى تنظيم داعش الإرهابي، ثم انفصل عن التنظيم وشكل جبهة النصرة، أنه تلك مرحلة ولت. لكن كيف يمكن أن لنا أن نصدق أحمد الشرع إذا شاهدنا أنه أفعاله تناقض ماضيه، وأفعاله تؤكد على أن هنالك نية وإرادة وسعي حثيث نحو الإصلاح الداخلي، الإصلاح السياسي، الإصلاح الدستوري. لكن مع الأسف الشديد هذه الأفعال تؤكد أنه أحمد الشرع كذب على العالم وكذب على السوريين. يعني كذب عندما قال أنه مؤتمر الحوار الوطني هو مؤتمر استشاري، لكن أقصى الكثير من المكونات عن هذا المؤتمر، ثم استند على توصيات هذا المؤتمر في تشكيل لجنة الإعلان الدستوري. وبعدين يعني أنصار هذه الحكومة نفس صورة طبق الأصل عما جرى في مصر وفي تونس، في الذين يتصدرون الواجهات الإعلامية، ومنهم يعني ليبراليون وعلمانيون أيضا، يعني مش بس الإسلاميين. هؤلاء أيضا رحبوا بمؤتمر الحوار الوطني، وهو لم يكن مؤتمر حوار وطني قولا واحدا، ورحبوا بالإعلان الدستوري ومضمون الإعلان الدستوري، ورحبوا بالحكومة، وألصقوا بها من الصفات والمحاسن والمفاتن والإعجاز. يعني نفس القصة عند هم الذين يعني كانوا مع نظام مبارك، ثم أصبحوا موالين لنظام محمد مرسي ونظام حكم المرشد، وبعدين أتوا والآن أصبحوا موالين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكارهين الإسلام السياسي. نحن الآن أيضا نعاني في سوريا من هذه الكتلة الهلامية التي تأخذ شكل الإناء الأيديولوجي والسياسي كيفما كانت. يعني اللي بيحكم سوريا قوميين بيصيروا قوميين، بيحكموها شيوعيين يساريين بيصيروا شيوعيين ويساريين، بيحكموها إسلاميين متطرفين نفس القصة. الإعلان الدستوري منح أحمد الشرع صلاحيات مطلقة يعني كرئيس للدولة، ومعلوم أن المراحل المؤقتة والمراحل الانتقالية سواء في مصر أو في تونس أو حتى في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، المرحلة الانتقالية في سقفها كانت 3 سنوات، بينما في سوريا 5 سنوات. يعني الإعلان الدستوري الذي يعني خرج من مطبخ جبهة النصرة منح هذا التفويض المطلق لأحمد الشرع لمدة 5 سنوات، 5 و5 كما يقول أهل مصر. مع ذلك منح أحمد الشرع كل الوزارات السيادية لقيادات جماعته، وزارة الخارجية،
وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة العدل، ووزع شوية وزارات تانية يعني. ومنح وزارة الشؤون الاجتماعية لسيدة مسيحية ناشطة مسيحية اسمها هند قبوات، وأنا بعرفها بشكل شخصي. ويعني وزارة الإعلام ووزارة الثقافة ذهبت إلى سوريين مقربين أو محسوبين على قطر. هكذا من ضمن وزير الثقافة يعني بحكم عمله في الجزيرة في مؤسسات إعلامية أخرى. ووزارة التربية لشخص يقال أنه كردي يعني ينحدر من أصول كردية من منطقة عفرين. أصدقاء آخرين قالوا لا، هو من عشيرة العميرات التي وهي عشيرة صغيرة تسكن عفرين يعني، أو استجلبها النظام السوري السابق لكي تسكن عفرين، وهو ليس كردي. هكذا قيل لي. لكن وزير التربية التركو كونيتو تركو يعني، ويعني غير معروف في الوسط الكردي، ويعني معدوم النشاط ثقافيا وسياسيا في الأوساط الكردية السورية. استجلبه، وهو كان على زمن الأباسي ويعني على زمن نظام بشار الأسد، كان نائب رئيس جامعة دمشق. استجلبه أحمد الشرع ووكله أو منحه حقيبة وزارة التربية. يعني الوزارات الخدمية الأساسية وزعها لمقربين من السعودية، مقربين من قطر وكذا. لكن الوزارات الأساسية السيادية هي في يد جماعته. مثلا وزارة الطاقة والكهرباء، يعني دمج 3 وزارات في وزارة واحدة يعني. مهم سلوك أحمد الشرع لا يعطينا أي مؤشر على أنه يعني في مرحلة مراجعة نقدية، وانقلب على ماضيه الأيديولوجي العقائدي الجهادي السلفي التكفيري القاعدي الداعشي. ما يعني سلوكيات واضحة يعني في هذا الإطار يعني. وبالتالي يعني وجود شخص باعتباره على أساس أنه هو كردي، وأشخاص دروز، ويعني هي حكومة وحدة وطنية وتمثل كل مكونات الشعب السوري، هذا كله يعني زي ما بيقولوا يعني هلس وهري وكلام يعني مسطح يعني. فهذا هو واقع الحال حاليا في سوريا المكلومة بجبهة النصرة وبحكومة أحمد الشرع. هذه الحكومة بما تحتويه يعني من عقيدة أيديولوجية متطرفة تكفيرية، كيف يمكن أن يتعامل معها العرب؟ أنا لا أعلم. الآن سنرى بعض النماذج يعني من هذه الحكومة. العدل أساس الملك، وابتدأنا بيتين شعريين لوزير الثقافة. وزير العدل أيضا يعني شاعر زميل يكتب الشعر، لكن يعني وزير الثقافة دمشق لنا يعتبر لنا أنه لأهل السنة والجماعة، ومن ضمن أهل السنة والجماعة الأمويون الجدد أو طائفة الأمويون الجدد اللي حاليا عم يطلعوا دمشق أموية وستبقى أموية ومن هالكلام هذا يعني. وسبق أن ذكرت أنه دمشق
من تاريخها 10,000 12 سنة، 12 ألف سنة. هذا التاريخ المديد 90 سنة فقط يعني كانت أموية. لكن هم يريدونها أموية وسنية إلى يوم القيامة. طبعا هذا مستحيل، فليتمنوا ذلك، مش مشكل يعني. هذا ليس تقليلا من أهل السنة. أنا أنتمي إلى المذهب يعني. صحيح اسم أبي يعني اسمي هوشانك، واسم أبي محمد، وكنيتي أوسي، وأوسي تعني عثمان يعني باللغة الكردية، أوسمان أو أوسي. آه، فأنا أنتمي لهذه الطائفة، لكن لا أرى دمشق سنية وأموية، مثل ما لا أراها يسارية وعلمانية محضة يعني. أراها متنوعة جميلة بألوانها القومية والدينية والمذهبية. في 16/8/2021 نشر القيادي البارز في جبهة النصرة مظهر الويس على حسابه في منصة إكس صورة لقصيدة له بعنوان أحب طالبان. وزير العدل بيحب طالبان، ووزير الثقافة بيحب الأمويين. ذكرني يعني داليا بتحب جيفارا، والشهدي بيحب ماركس يعني. مشهد السفارة في العمارة. وزير الثقافة بيحب الأمويين، ووزير العدل السوري الحالي مظهر الويس بيحب طالبا. ماذا جاء في قصيدته العصماء؟ أحب طالبان لأن فيهم صلابة مسلم حر أصيل، كأن القوم قد بعثوا إلينا ليحيوا عزة الماضي الجميل. أسود في الحروب لها زئير بصيحات الجهاد على السبيل، بصف واحد ولهم أمير فلا فوضى ولا قال وقيل. يا رب العباد نريد نصرا تمن به على الشام النبيل. كما أكرمتهم أكرم بلادا تتوق لكسر بشار العميل. هالقصيدة تذكرني بقصيدة والفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل. مهم، هذه هي يعني اختصرت مضمون القصيدة العصماء إلى آخر ما جاء فيها. واستهل مظهر الويس قصيدته هذه بالقول قبل 20 عاما عندما حصل الانهيار في أفغانستان، ومن حزنه هو مش حزني أنا، نظمت قصيدة شعر أذكر فيها مآثر الطالبان. واليوم ومع الفتح يعني سنة في 16 أغسطس 2021 قبل 4 سنوات. واليوم مع الفتح العظيم فقد جادت قريحته بأبيات جديدة من الشعر أعبر فيها عن حبي وتقديري وعن أسباب النصر لهذه الثلة، وأبتهل إلى الله أن يكرر هذا الفتح في الشام الحبيبة. أهدي هذه القصيدة هذه الأبيات إلى طالبان والشعب الأفغاني، وإلى جميع الشعوب المظلومة على رأسها شعبنا السوري المكلوم. أقول فيها مستعينا بالله. ويقول في نص القصيدة هذا كان استهلال لكي يتحفنا بهذه القصيدة. طبعا مظهر الويس، دكتور مظهر الويس، ومن هو مواليد عام 1980 عندما نظم قصيدته الأولى حزنا على سقوط طالبان،
كان عمره 21 سنة. وعندما نظم قصيدته الثانية التي قرأت أبيات منها لكم كان عمره 41 سنة، قبل 4 سنوات. يعني المشكل ليس في القصيدة الأولى والقصيدة الثانية، يعني هو من حقه يعني أن يعبر عن أن يحب أن يعبر عن حبه وهيامه وعشقه لجماعة طالبان أفغانستان، وينظم فيها القصائد اللي بده إياها يعني. لكن أي عدل يرتجى منه وهو يحمل حقيبة وزارة العدل؟ هذا اللي يمني النفس أن يستورد نسخة من نظام طالبان، ويدعو الله أن يمن عليهم بنصر وبنظام وبإدارة على شاكلة إدارة طالبان في أفغانستان. هذا البني آدم كيف يعني سيحكم بالعدل في بلد متنوع القوميات والأديان والمذاهب؟ إذا قلت لكم الآن في دمشق في وزارة الداخلية هنالك جهادي تكفيري وإرهابي كبير على رأس هذه الوزارة، لربما الكثير من السوريين يتفاجؤون أو يتململون أو يمتعضون به، خاصة منهم المستفيدين من هذه الحكومة. وربما بعض الموجود في المهاجر يعني ربما يزعل جورج صبرا أو فايز سارة أو هند قبوات، مين بتكون يعني من المحسوبين على التيار الليبرالي أو التيار اليساري، ممكن يعني أنه يزعلوا ويقولوا حاشا وكلا أنه الشخص وزير الداخلية أنس خطاب أن يكون جهاديا وتكفيريا، وهو إنسان وطني وخلوق وكتير محترم وكتير حباب ويصلح لهذا المنصب، هذا الرجل المناسب في المكان المناسب. ربما تأتيني الشتائم والإهانات، انفصالي وتكفيري، أنت عم تحط العلم الكردي، أنت انفصالي، وأنت تكره السنة، وأنت وما اعتدنا عليه من هذه الإهانات والافتراءات والسباب والشتائم من على عهد زمن بشار الأسد وعلى زمن أحمد الشرع أيضا. المهم، لكن لا مناص من العودة إلى المرجعية الأيديولوجية لهذا الشخص، لأنس خطاب، وهو ترك لنا يعني ما يتيح لنا ضبطه بالجرم الفكري التكفيري، يعني متلبسا بهذا الجرم. ترك لنا نصوصا، كاتب ومؤلف وعنده مجموعة من الدراسات والنصوص يمكن العودة إليها. وأسفل هذا الفيديو سترون يعني في علبة الوصف بعض المراجع التي استندت إليها في مناقشة المرجعية الفكرية لوزير داخليتنا ما شاء الله أنس الخطاب، وهو أحد قيادات جبهة النصرة وأحد أذرع أحمد الشرع الأمنية أيضا، قبل أن يسلمه أحمد الشرع حقيبة الداخلية كان المسؤول الأمني في جبهة النصر. إذن بالعودة إلى النصوص التي سأعرضها الآن، وهي عبارة عن اقتباسات مما كتبه مما تركه لنا أنس خطاب، لنعرف طبيعة مزاج وتعامل هذا الرجل مع كيان الدولة، مع المجتمع السوري،
لكي يحكم علمانيو وليبراليو سوريا على جودة أداء هذا الرجل، عليهم العودة إلى مرجعيته، وهذه المرجعية يمكن أن يعني من خلالها نرى مدى احترام أنس خطاب للدولة، للوطنية، للجيش الوطني، للديمقراطية. كيف ينظر هذا الرجل إلى هذه التفاصيل التي يفترض أن تكون استراتيجية في أداء الحكومة الوطنية والحكومة الديمقراطية وكل هذه التفاصيل؟ الآن لنبدأ من كتاب المؤلف والباحث الدكتور أنس خطاب، الإسلام دين الجهاد، رسالة مختصرة في التحريض على الجهاد وبيان حكمه ومنزلته. هذا الكتاب أو الدراسة هي إحدى يعني مجموعة من دراسات أنس خطاب، جاء في الإحداء. إلى من أحدى أنس خطاب كتابه هذا أو دراسته هذه؟ إلى قادة وعظماء وأبطال الجهاد، إلى من علمون الجهاد علما وعملا، إلى من سبقونا بالتحريض على الجهاد، إلى الشيخ المجاهد عبد الله عزام واحد، والشيخ المجاهد أسامة بن لادن اثنين، فليسمعنا أهل اليمن والسعودية والعالم العربي، والشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي، فليسمعنا الأخوة في الأردن كمان، والشيخ المجاهد أيمن الظواهري، فليسمعنا الأخوة في مصر كمان. وزير داخليتنا يهدي كتابه ودراسته إلى هؤلاء أساطين التكفير والجهاد التكفيري والإرهابي في العالم الإسلامي. ومين كمان؟ إلى الشيخ المجاهد أبي مصعب السوري، هذا أول مرة بسمع باسم هذا الشيخ المجاهد، وغيرهم ممن قضي نحبه وممن لا يزال ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنس خطاب وأحمد الشرع كمان ينتظرون وما بدلوا تبديلا. إلى هؤلاء جميعا أهدي هذه الرسالة، راجيا من الله تعالى السداد والقبول. والكلام لأنس خطاب، وزير داخلية سوريا حاليا، وزير داخلية أحمد الشرع. في كتابه هذا يستشهد خطاب بقول سيد قطب ويصفه بمربي الأجيال وعملاق الفكر الإسلامي في الصفحة 4، ويؤكد أن سبب انزلاق حال الأمة إلى الذل والهوان هو تركها للجهاد. ويصف مصر، أهل مصر، أهل أرض الكنانة، اسمعوا بماذا يصفكم وزير داخليتنا في سوريا. ويصف مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي قائلا: في مصر ارتكب السيسي من المذابح، والكلام لأنس خطاب. في مصر ارتكب السيسي من المذابح والجرائم ما يشيب لهوله الولدان، قتل وتحريق للمسلمين، واعتقال لخيرة الشباب والشيوخ والعلماء، وهدم المساجد، واغتصاب للنساء الحرائر، وكذب وافتراء على الله وكذلك على الناس، وتبجح للكفر وأهله، ومحاكمات ظالمة، وقضايا وأحكام قاسية جائرة إلى آخره. كل ذلك ولا يزال الآن يصف الشعب المصري، كل ذلك ولا زال أكثر الشعب خانع خاضع، ولا زال أهل الإسلام في مصر
يتغنون بسلميتهم التي أوردتهم المهالك، يظنون أنها ستنجيهم. هو يذم الإسلاميين السلميين في مصر على وجه التحديد. يتغنون بسلميتهم التي أوردتهم المهالك، يظنون أنها ستنجيهم من هذا الطاغوت الكافر المرتد. والوصف للرئيس المصري وصاحبه أنس خطاب وزير داخلية أحمد الشرع. الآن عندما يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس السوري أحمد الشرع، لازم يعرف هذا الكلام وفحوى. ماذا يقول وزير داخلية أحمد الشرع عن عبد الفتاح السيسي؟ وربما تكون هذه العقيدة الأيديولوجية هي عقيدة أحمد الشرع أيضا، وغالبا هي عقيدة أحمد الشرع. يعني هذا الطاغوت الكافر المرتد، ونسوا طريق النصر الحقيقي. والكلام لأنس خطاب طريق الجهاد. هذا الكلام من الصفحة 6 في دراسة أحمد الخطاب، الإسلام دين الجهاد. وهذه إهانة صريحة لمصر وشعبها ورئيسها. فكيف سيتعامل وزيرنا السوري أنس خطاب مع نظيره المصري في أي اجتماع وزاري يجمعهما؟ كيف بدهم يتعاملوا مع كل هذه السباب والشتائم والتكفير؟ كيف سيلتقي وزير الداخلية السوري مع مرتد كافر من يعني في وزارة الداخلية في مصر؟ تعالوا ضبطوها أنتم، يعني يا سوريين يا مصريين. كيف سيتعامل أنس خطاب مع الحكومة المصرية ككل؟ لأنه بموجب العرف الدبلوماسي والعلاقات ما بين الدول، سواء في العالم العربي أو حتى خارج العالم العربي، هذا الرجل كيف سيتعامل ومرجعيته وعقيدته بهذا المستوى من التكفير والدعوة للجهاد ضد هؤلاء؟ نعم. ماذا يقول عن العراق الجار؟ يقول أنس خطاب: وفي العراق لا زال الناس يتشبثون بالديمقراطية ويلهثون خلف الأحزاب والألاعيب السياسية، يطمعون في تشكيل حكومة وطنية علمانية ظنا منهم أنها ستوفر لهم الأمان والسلام ولقمة العيش. وقبل وأثناء ذلك لم يتوقف الرافضة، يقصد الشيعة، عن سفك دمائهم واستحلال أموالهم وهتك أعراضهم. إن الحر العزيز الشريف لا يرضى أن يقابل ذلك الهجوم البربري المجرم من الرافضة إلا بالسلاح والقتال. هذا وزير داخليتنا الأخوة الأعزاء بالعراق العزيز. شوفوا شي يحكي عليكم وزير داخلية أحمد الشرع، ماذا يقول عن العراق وعن العراقيين، ويطالب يعني بالجهاد ضد حكومتكم. أنتم تصرفوا معه. هاي مرجعيته، وهذا الكلام موثق، ستجدون الرابط تحت في صندوق الوصف. ولكن هؤلاء الناس العراقيين خالفوا طبائع البشر، طلعكم من الطبيعة البشرية كمان، مش بس، وتركوا الجهاد والقتال وأبوا إلا الذل والخنوع والاستسلام. هاي أنتم سمعانين يا أهل العراق؟ هذا وزيرنا وزير داخليتنا يقول عنكم أنكم تركتم الجهاد والقتال وأبوا إلا الذل والخنوع والاستسلام، فزادهم الله ذلا فوق ذلهم.
كالكلام لأنس خطاب. يا سلام! وخنوعا فوق خنوعهم، فسلط عليهم الروافض يقتلونهم ويذبحون أطفالهم ويغتصبون نساءهم. طبعا هو يوجه كلامه لأهل السنة، سنة العراق الموجودين في البرلمان وفي الحكومة، ويعني يستهدف كل العراقيين وخاصة أهل السنة والجماعة. ترى إذا أنتم رضيانين عن هذا الكلام من وزير داخلية أحمد الشرع أنتم أحرار. فسلط عليهم الروافض يقتلونهم ويذبحون أطفالهم ويغتصبون نساءهم وهم في ذلك خانعون مستسلمون، فلا هم قهروا عدوهم ولا هم نالوا حكومتهم الوهمية وديمقراطيتهم الخيالية. الصفحة 6 من دراسة أنس خطاب. وعليه والكلام لي، هذا المقتبس بحاجة إلى هل هذا الكلام بحاجة إلى شروح إضافية لمعرفة المرجعية العقدية الأيديولوجية التكفيرية الجهادية التي يستند إليها وزير داخلية حكومة أحمد الشرع؟ سؤال. ماذا عن المقاتلين الأجانب؟ هل لا يطلع لك موسى العمر ويقول بتسريحة شعره وغرته وهيك وبيحكي بيضبط أموره ما بدنا مقاتلين أجانب بين قسد وما بدنا قسد؟ وشوفوا الآن المرجعية العقائدية الأيديولوجية المدافعة عن المقاتلين الأجانب داخل جبهة النصرة وداخل الجيش السوري العتيد. لنرى. حكومة الشرع وأنصارها كما ذكرت لكم يطالبون بخروج المقاتلين الأجانب من سوريا، بخاصة منهم المتواجدين ضمن قوات سوريا الديمقراطية قسد. هذا المطلب يتقاطع مع مطالب الحكومة الأمريكية التي تطالب حكومة الشرع بطرد المقاتلين الأجانب الجهاديين من سوريا. لكن وزير داخلية أحمد الشرع له كلام آخر، يدافع عن المقاتلين الأجانب ضمن جبهة النصرة وبقية الفصائل الجهادية المسلحة، ويرفض تماما دعوات إخراجهم من سوريا بالقول. هذه الدعوة ستتطور مع الأيام لتنبذ جميع الجهاديين سواء أكانوا مهاجرين أجانب أو أنصار سوريين يعني. ثم يأتي اليوم الذي تتطور الدعوة فيه لتسليم المجاهدين جميعا مهاجرين وأنصار إلى الأنظمة والحكومات الطاغوتية الكافرة. ولذلك يجب على أهل العلم وطلبته قتل هذه الدعوة ووأدها في مهدها. هذا الرأي لأنس خطاب وزير داخلية سوريا، وذلك بتذكير الأمة بالجهاد وبيان الحكم الشرعي الصحيح له ومنزلته في الإسلام. الصفحة 9 من نفس الدراسة. وفي هذا الإطار يستشهد خطاب وزير داخليتنا في سوريا بقول الجهادي التكفيري الفلسطيني أبو قتادة سندا وحجة على كل من ينادي بخروج الجهاديين الأجانب من سوريا. طيب، جبهة النصرة اللي كانت جزء من داعش وانشقت وبايعت القاعدة وبعدين تبرأت من القاعدة، ماذا تقول عن الحرب على داعش؟ يفترض الآن أمام الأمريكيين والأوروبيين أنه أحمد الشرع يتعهد بمكافحة تنظيم داعش الإرهابي. لا أعلم بماذا اتفق هو ووزير داخليته ووزير دفاعه مع الأمريكيين في هذا الخصوص. لكن الآن سنعود إلى مرجعية أنس خطاب ولنا يعني لنرى كيف ينظر وكيف يقيم الحرب على داعش تحت عنوان تحالف عباد الصليب ضد مجاهدي الشام، نصائح وتوجيهات. والرابط سيكون أسفل الفيديو.
يقول أنس خطاب: لا يخفى على أحد ذلك العدوان الصليبي الجديد على مجاهدي الشام وأهلها. ففي جولة جديدة من جولات الحرب الصليبية، بيعتبرها حرب صليبية، تحالفت دول الكفر والصليب بقيادة أمريكا لحرب مجاهدي الشام والعراق كافة. اشترك في ذلك التحالف الإرهابي 40 دولة، 40 دولة، وكاتب 40 دولة بقيادة أمريكا، بالإضافة إلى بعض طواغيت العرب. والكلام لأنس خطاب، لبعض طواغيت العرب كالسعودية، والكلام لأنس خطاب، والأردن، والكلام لأنس خطاب، والإمارات، والكلام لأنس خطاب، ومصر، والكلام لوزير داخلية أحمد الشرع أنس خطاب. طواغيت العرب، هذا كيف بده يتعامل مع وزراء داخلية هذه البلدان؟ بيعتبرهم طواغيت العرب، هذا الجهادي التكفيري الكبير إلى آخره. السعودية والأردن والإمارات ومصر، المهم، وقد خصصوا لتلك الحملة مليارات الدولارات. وقد زعم عباد السري بأن الحرب حرب ستطول ل3 سنوات، وذلك للقضاء على الإرهاب. لا شك أن الأمة عامة والساحة الشامية خاصة في هذا الحدث ستمر بمنعطف طريق حاد، وأزمة ضخمة يترتب على تجاوزها تغيرات كبيرة بتاريخ الأمة ومستقبلها. وهنا لابد من وقفات نبين فيها حقيقة هذا التحالف الصليبي الخبيث، وحكم المشاركة فيه أو تأييده، والموقف الواجب تجاهه. أهلا. وقياسا على كلام خطاب، تركيا وقطر ليستا، لأنه لم يذكر تركيا وقطر ضمن طواغيت اللي ذكرهم. تركيا وقطر ليستا ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش. خلي تركيا وقطر وتروح تكذب أنس خطاب وتقول لا، اجمعنا مع الطواغيت، نحن مع هؤلاء الطواغيت، لأنه تركيا وقطر يعني تقولان إنهما يعني جزء من هذا التحالف، من التحالف الدولي ضد داعش، وخاصة تركيا قياما وقعودا. ليش أنس خطاب ما ذكر، لم يحشرهم ضمن هذه الطواغيت، ولم يذكر تركيا أبدا في هذا الإطار؟ ويزيد خطاب في وصفه بالقول: حقيقة هذه الهجمة الصليبية الجديدة أنها امتداد للصراع، الحرب على داعش امتداد للصراع بين الحق والباطل، وهو صراع بدأ بين إبليس وآدم عليه السلام. إبليس إن أمريكا، وآدم عليه السلام إن تنظيم داعش الإرهابي. ثم حسب مقارناته، يعني هو اللي يعني هو الذي أتى بهذه المقاربات. بدأ هذا الصراع بين إبليس وآدم عليه السلام، ثم بين قابيل وهابيل، ثم بين الأنبياء وأقوامهم، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وأعدائه، ثم بين أهل الحق وأهل الباطل، حتى يومنا هذا هو صراع يدور حول توحيد الله عز وجل والإيمان به. إذن الجماعة التي توحد الله وتؤمن به هي تنظيم داعش المستهدفة من هذا التحالف، والمشاركين في هذا التحالف هم الباطل وعبدة الصليب والشيطان. لنصل إلى الفتوى، يعني طولنا في هذا المجال. ويفتي أنس خطاب بتكفير المشاركين في تلك الحرب من المسلمين، المشاركين من المسلمين، قائلا: شو بيقول؟ ما هي نص الفتوى؟ ما هو الحكم
الشرعي لأنس الخطاب على المشاركين في هذه الحرب من المسلمين دولا وأشخاص. إن الحكم الشرعي في كل من شارك في هذا التحالف الصليبي ضد المجاهدين أو دعا للمشاركة فيه أو أعانه أو ناصره أو وقف في صفه أو أيده أو شجعه أو رضي به أو تمنى نصرته على المجاهدين أو دعا له بالنصر أو فعل أي صورة من صور الولاء له، سواء كان ذلك بصورة مادية أو معنوية أو بقلبه، إن حكم من فعل ذلك أنه كافر مرتد خارج من ملة الإسلام ولا كرامة، كائنا من كان، سواء كان من فعل ذلك جماعة يقال أنها مجاهدة أو شيخا أو معمما أو رجلا من عوام المسلمين. كل يعني حتى رجال الدين، الجماعات، المجموعات، الدول، كل هؤلاء خارجون بحكم فتوى أنس خطاب من ملة الإسلام، أخرجهم وهم مرتدون وكفروا، ومعروف حكم الردة في الإسلام ما هو. هذا أنس خطاب وزير داخلية أحمد الشرع. مع هذا الكم التكفير الجماعي المهول والمرعب لدول عربية إسلامية وإخراجها من ملة الإسلام، فهي فتوى لإقامة حكم الردة عليها. وبالتالي كيف سيتعامل وزراء داخلية سوريا سيتعامل وزير داخلية سوريا مع وزراء داخلية البلدان المشاركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب وضد تنظيم داعش الإرهابي؟ كثيرون يتحدثون عن هذه الحكومة إنها حكومة وطنية وتعبر عن مكونات الشعب السوري، ومن ينتقدها يضع العصي في العجلات لنشوف هاي العجلات شو رح، يعني هذه العجلات تهرس الشعب السوري. فكثيرون ومنهم مثقفين وإعلاميين ومحللين، إسلاميين نصف إسلاميين، عروبيين ليبراليين قوميين يساريين، هنالك يعني خليط من هذا وذاك يضفي على هذه الحكومة صفة الوطنية السورية. لنرى ماذا يقول وزير داخلية هذه الحكومة المسؤول عن أمن الوطن والمواطنين في هذه الحكومة، كيف يصف الوطن والوطنية في إطار تبنيه لمرجعية عقائدية أيديولوجية تكفيرية. بعد استلام جبهة النصرة وزميلاتها من الجماعات الإسلامية الجهادية التكفيرية للسلطة في دمشق، تم الإعلان عن تشكيل جيش وطني، أنه هذا الجيش الوطني، وجرى حديث طويل عريض عن الوطنية والمواطنة وحصر السلاح بيد الدولة وجيشها الوطني. لكن أنس خطاب وزير داخلية أحمد الشرع الحالي له رأي فقهي وفتوى مخالفة لكل هذا الكلام. ماذا يقول؟ كتب تحت عنوان حكم الانتساب للجماعات والجيوش الوطنية، والرابط أسفل هذا الفيديو. ماذا كتب؟ ذكر فيه إن الوطنية في المقال أو الدراسة التي كتبها، إن الوطنية مناقضة للإسلام، بل على الضد من دين الإسلام، فهي دين آخر غير دين الإسلام. هذا كلام الوطنية، بيحكي عن الوطنية. خلي هؤلاء الموجودين مين يعني مين أنس، مش أنس،
مين من العلمانيين اللي ممكن موجودين في هذه الحكومة؟ قبوات، هند قبوات. خلي هند قبوات تروح تقنع أنس خطاب وزير الداخلية، وهند قبوات وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، تروح تقنعه بحقيقة وجود وطن اسمه سوريا، بحقيقة وجود وطنية اسمها الوطنية السورية. هو بيعتبرها بالضد من الإسلام ومناقضة للإسلام، وأنه هي دين آخر غير دين الإسلام. وأتى بأحاديث، أنس خطاب أتى بأحاديث منسوبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال يعني يعني يستشهد بهذه الأحاديث النبوية في حكمه. فبعد، والقول لأنس خطاب، فبعد أن كان السوري واللبناني والأردني والعراقي والفلسطيني إخوة يعيشون بلا حدود تفصل بينهم، أصبح كل منهم يتعصب لوطنه المستحدث، وينظر لأخيه المسلم في الوطن الآخر نظرة التحفز كما لو أنه عدو. مش صحيح هذا الكلام طبعا. يعني السوري لا بينظر للبناني أنه عدو، واللبناني لا ينظر للسوري على أنه عدو. فاختلت موازين الولاء والبراء في نفوس الناس، فأصبح المسلم السوري يحب النصراني السوري أكثر مما يحب المسلم الأردني أو العراقي أو المصري. أنت حب المسلمين، أنت لا تكفر المسلمين في سوريا وفي العراق وفي في الأردن وفي لبنان، واترك السوري بحاله. فأصبح المسلم السوري يحب النصراني السوري أكثر مما يحب الأردني. ما بيحب هذا، لأنه المسلم يحب النصراني، والنصراني يحب المسلم في البلد السوري. أصبح المسلم السوري يحب النصراني السوري أكثر مما يحب المسلم الأردني أو العراقي أو المصري، وكذلك العكس. إذ الإسلام يجعل الولاء والبراء معقودا على الدين والقتال في سبيل الدين ولإعلاء كلمته، بينما الوطنية تجعل الولاء والبراء على أساس الوطن والأرض، فأبناء الوطن الواحد بعضهم أولياء بعض بغض النظر عن أديانهم. طبعا هو بيحكي عن الوطنية. فالمسلم أخو النصراني، أخو اليهودي، أخو الملحد، أخو المرتد، لا فرق بينهم ولا فضل لأحدهم على الآخر، لأنهم جميعا أبناء وطن واحد. والكلام لأنس ويرفض، يعني بيشرح الوطنية أنه دين آخر ضد الإسلام، لأنه هي تتضمن هذه القيم الإنسانية. يجرد الإسلام من الإنسانية بتحليله ورأيه هذا. ويسترسل أنس خطاب في قوله: والوطنية تجعل أبناء الوطن الواحد متساويين جميعا في الحقوق والواجبات عنده. لا يعني هذا أساس انتقاداتي المستمرة لحكومة وأداء أحمد الشرع، لأنه العقيدة تميز بين عربي وأعجمي، بين مسلم ومسيحي، ما بين سني وشيعي. لا، لأنهم ويسترسل في قوله: والوطنية تجعل أبناء الوطن الواحد متساويين جميعا في الحقوق والواجبات مهما اختلفت أديانهم، فيحق للنصراني واليهودي والملحد والمرتد ما يحق للمسلم، وهذا بيعتبره ظلم وحرام. ومن أمثلة ذلك الولاية وتولي المناصب العامة. هي مرجعية أحمد الشرع ووزير الداخلية. فهي في الوطنية حق لجميع المواطنين، نعم، مهما اختلفت أديانهم، ولو كانوا من الملاحدة والمرتدين،
بينما في الإسلام لا تجوز إلا للمسلمين، بل لا تجوز إلا للعدول من المسلمين. مين العدول؟ أنس خطاب وأحمد الشرع وبقية الشلة. فالإسلام لا ي... فالإسلام يفرق بين الناس على أساس الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، الحديث البخاري يستشهد بحديث، ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه، أي أحاديث يعني كسند وبراهين يبرزها. ويجب على الذمي دفع الجزية. سمعانة يا عند قبوات؟ يا ذمي عليك أن تدفع الجزية وأنت وزيرة لشؤون العمل، للعمل والشؤون الاجتماعية في وزارة أحمد الشرع. أنت في منظور وزير الداخلية ذمية، عليك دفع الجزية. شو كمان؟ على الذمي دفع الجزية وغير ذلك من الفروقات الأصيلة. وفي الوطنية يكون القتال في سبيل الوطن ولأجل إعلاء كلمته، بعكس الإسلام الذي يجعل القتال في سبيل الله ولإعلان كلمته. ويورد أنس خطاب المزيد من الأمثلة على رجاحة رأيه، ويخلص إلى فتواه. شو هي الفتوى التي تقول إن مذهب الوطنية بفلسفته الجاهلية؟ أي حدا بيجي قدام أنس خطاب وبيحكي عن الوطن والوطنية ويصف حكومته بالحكومة الوطنية فهو ينتمي إلى الجاهلية. لا ينبغي عليك أن تصف حكومة أحمد الشرع بالوطنية، لأنها في عرف وحكم وفقه وعقيدة أنس خطاب الوطنية جاهلية. إن مذهب الوطنية بفلسفته الجاهلية هو دين غير دين الإسلام، واعتقاد غير اعتقاد التوحيد والإيمان، وأنه كفر وردة وخروج من الإسلام. سمعتوا يا وطنيين؟ سمعتوا التحالف الوطني الديمقراطي السوري؟ سمعتوا كيف يصفكم وزير داخلية بلدكم؟ هل سمعتم؟ تاني مرة ما تحكوا عن الوطنية. ها ترى الوطنية في حكم هذا الوزير المحترم الجهادي الكبير التكفيري والإرهابي الكبير هو كفر. الوطنية كفر وردة وخروج من الإسلام. طيب، أيضا فيما يتعلق، هو لديه أمور كثيرة، يعني هذا التكفيري الكبير فيما يتعلق بالفن والثقافة والموسيقى. لديه لأنس خطاب رأي فقهي في الموسيقى يحرمها تحت عنوان رسالة في حكم الموسيقى، كتبها في 25/11/2012، يفتي فيها بتحريم الموسيقى والمعازف. هذه المرجعية التكفيرية الجهادية المتطرفة كيف لها أن تجلب الأمن والأمان إلى سوريا؟ وكيف ستبني الثقة بين مكونات الشعب السوري، كردا وعربا وسريانا، مسيحيين ومسلمين، دروزا وعلويين؟ خلي فيصل القاسم وماهر شرف الدين ويشاهدوا هذا الفيديو ويردوا على وزير داخليتهم، وزير داخلية حكومة أحمد الشرع. ناهيكم عن كيف ستبني الثقة بين مكونات الشعب السوري، كردا وعربا وسريانا، مسلمين ومسيحيين، دروزا وعلويين. ناهيكم عن استحالة حصول هذه الحكومة على ثقة السوريين إذا بقيت تتبنى هذه المرجعية الفاسدة المفسدة. حاصل كلامي كله، ربما نجح أحمد الشرع في توريط بعض أبناء المكونات السورية كشهود زور على وطنية حكومته الجهادية التكفيرية، لكن الكلام الموثق الذي قاله وزير داخليته يمنح الدول
العربية والأجنبية المذكورة: أمريكا، السعودية، مصر، والأردن، والإمارات، والعراق، بتقديم أنس خطاب إلى المحاكمة والطلب من البوليس الدولي اعتقاله. الأصدقاء الأعزاء، أكتفي بما ذكرت، وأعتقد أنه ما ذكرته يكفي لتشكيل رأي حول حكومة أحمد الشرع الجهادية التكفيرية، ممثلة بوزير العدل الذي يمدح طالبان أفغانستان، ووزير الداخلية الذي لم يبقي أحدا في العالم العربي والعالم الإسلامي ولم يكفره، باستثناء جماعته ورئيس جماعته أحمد الشرع. للأسف الشديد يعني السوريون عزل أمام هذه الطغمة والفاشية العقدية الجهادية التكفيرية. أبناء الشعب المصري كان لديهم جيش وطني تحرك وأطاح خلع حسني مبارك وخلع محمد مرسي ونظام حكم المرشد. أيضا في تونس كان لديهم وما زال لديهم جيش وطني، خلع زين العابدين بالعلي، ولديهم مجتمع وطني ومدني وديمقراطي أطاح بحكم راشد الغنوشي. لكن السوريون الآن عزل أمام هذه الجماعة التكفيرية الجهادية، وأمام هذا الضخ الإعلامي المهول والكبير الذي تؤمنه البلدان العربية لهذه الجماعة ولهذه الحكومة. نحن عزل، ليس في وسعنا وليس في إمكاننا سوى يعني أن نطلق كلمتنا في هذا الفضاء ونعبر عن سخطنا وغضبنا من أداء هذه الحكومة، ونعبر عن وطنيتنا وتمسكنا بوطننا السوري، ونؤكد بطلان المرجعية العقائدية الأيديولوجية التي يستند عليها أحمد الشرع ووزير داخليته ووزير عدله. هم زائلون وسوريا باقية، هم زائلون والشعب السوري باق.